الا كنتي كتقلبي على معسله اقتصاديه سهله وبلا كثره المقادير، اليوم جبت لك حلوه ديال سنطير كتجي سهله بنينه مقرمشه بزاف واهم حاجه اقتصاديه. خديت 2 كؤوس صغارين ديال الحليب، نص كاس صغير ديال الزبده مذابه، غنزيد عليهم معلقه صغيره ديال النافع اللي حمرته وطحنته وغربلته، معلقه كبيره ديال الزنجلان حتى هي مطحونه ومحمر، معلقه صغيره ديال القرفه، قبيصه ديال الملح، معلقه كبيره ديال خميره بلديه، ومعلقه كبيره ديال الخل. صافي غادي نخلط هاد المقادير ديالي كلها مزيان. عاد غادي نزيد عليهم 2 كؤوس كبارين ديال الطحين. نجمع العجين بيديا، خصو يكون رطب ما يكونش قاصح بزاف. صافي وغادي ندلكو غير واحد شويه ونغطيه ببلاستيك غذائي، نخليه يخمر واحد تقريبا 5 ديال الدقائق. صافي من بعد ملي غادي يخمر وغيرطب غادي نلولبوه بهذا الشكل هذا وغادي نقطعهم. صافي وغادي نشكل كويرات صغارين، نحاول نشكلهم بنفس الحجم وغادي نورقهم بالدلاك وشويه ديال الدقيق حتى يعني نحصل على شكل بحال شكل خبيزات يكونوا رقاقين بزاف. صافي ملي غنكمل هاد الخبيزات ديالي غادي نطيبهم من الجهتين. هي في الصراحه ما غاديش نطيبهم، غير غينشفوا، نديرهم غير نشفوا على عافيه تكون مهيله. صافي وغادي نحيدهم، من بعد غادي نلولبهم، حاولوا ما تضغطوش عليهم بزاف ونسدهم بالجناب مع شويه ديال الدقيق والماء. صافي من بعد غادي نقطعهم بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، وغادي ندوز نقليهم بشويه ديال الزيت على عافيه تكون مجهده بزاف حتى يتحمروا ليا مزيان ونحصلوا على داك الشكل الذهبي. عاد غادي ندوزهم، نصفيهم وندوزهم في العسل، ومن بعد غادي نقدموهم. ممكن نزينوهم باي حاجه عندكم، انا زينتهم بشويه ديال الجنجلان مع الجناب، ممكن نزينوهم بالكاوكاو اولا باللوز اولا باي حاجه متوفره عندكم. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو ساهلين اقتصاديين، كيتحضروا بسرعه، مقرمشين ولذاذين كاقتراح لشهر رمضان. جربوهم وردوا عليا، ورمضانكم مبارك سعيد.